السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض نعمل النهارده البيتزا. هقول لكم كل التريكات بتاعتها، وازاي كمان ممكن تعمليها مشروع من البيت. وهقول لك كل الاسرار اللي محدش هيقولها لي غير في الفيديو ده، وازاي كمان بتخزنيها. اول حاجه بجيب كوبايه، بحط فيها معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر وعليها شويه من الميه الدافيه. المية لازم تبقى دافية، يعني جلدك يستحملها، ما تبقاش سخنة قوي علشان ما تموتش الخميرة. هجيب بعد كده كيلو من الدقيق الأبيض يكون متعدد الاستخدام، وهحط عليه معلقة ممسوحة من الملح، وكمان هحط عليه نص معلقة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا مع الدقيق بيخلي العجينة تبقى منفوشة وهشة. وهتلاحظي ده في الآخر. بحط كمان على الكيلو الدقيق بيضة وكوباية من الزبادي. هنا شايفين الخميرة اتفعلت وعليت كده، شكلها عالي. فهبدأ كمان اضيفها مع الخليط، وهحط ربع كوباية من الزيت. المفروض كيلو دقيق بياخد نص كيلو من مية او 500 ملي من المية، ولكن طبعا كل دقيق بيختلف من التاني، فاحنا هنضيف المية بالتدريج. وهقول لكم كمان لو المية زادت منكم تتصرفوا ازاي. المية دي بتكون برضو مية يعني دافية برضو، اللي هي ما تبقاش سخنة وما تبقاش ساقعة. مية اللي هي نحط فيها صباعنا كده او ايدينا تبقى مستحملاها. هبدأ بقى اعجن، وهزود المية شوية بشوية. البيتزا من الحاجات اللي هي بتحتاج عجن كتير. طيب انا زودت المية وطلعت المية قليلة والعجينة ناشفة، يبقى هفضل ازود لحد لما العجينة تطرى معايا. طيب جيت ازود المية والمية طلعت معايا كتيرة، هبدأ ان انا بقى ازود معلقة، يعني معلقة دقيق بمعلقة دقيق لحد لما العجينة تظبط. وهقول لكم العجينة بتظبط معايا شكلها بيبقى ازاي. يعني هفضل ازود مثلا معلقة دقيق واعجن تاني، الاقي العجينة لسه ملزقة في ايديا، لا هفضل اعجن تاني. وازود برضو معلقة دقيق واعجن تاني. هفضل ازود الدقيق بالتدريج لحد لما الاقي العجينة تبقى طرية. العجينة بتاعة البيتزا ما بتبقاش ناشفة ابدا، لا هتبقى طرية ولكن مش بتلزق في ايديا. شايفين اهي ثابت صوابعي وثابت الطبق اللي انا بعجن فيه، فكده خلاص العجينة بتاعتي تمام وناجحة. شايفين شكلها. هبدأ بقى ان انا اشيلها واعملها كورة كده، يعني منتظمة في الشكل. العجينة طرية جدا، بصوا بصوا عاملة ازاي. هبدأ ان انا اكورها، وبعد كده هدهنها بالزيت وهسيبها بقى لحد ما تتخمر. طبعا وقت التخمير في الصيف بيبقى غير الشتاء. في الصيف العجينة بتخمر على طول، في الشتاء ممكن تقعد مثلا ساعة ولا حاجة لحد لما تتخمر. والبيتزا بيبقى ليها تخميرتين. اول مرة اللي هي العجينة كلها على بعض، وفي الوقت ده هنعمل الصلصة. وهقول لكم تاني مرة بقى بنقسمها، وبعد كده بنسيبها تتخمر تاني. الصلصة بجيب كده طماطم بقطعها بالنص، وبسيبها بالقشر بتاعها. بحط معاها توم، وبحط معاها بصلاية واحدة صغيرة، ملح وبابريكا، وبحط كمان معلقة من الصلصة. وأهم حاجة في الصلصة بتاعت البيتزا هي الزعتر اللي هو الأوريجانو وزيت الزيتون. بحط دول كده كلهم مع بعض، وبحط شوية صغيرين خالص من المية يدوب على أرضية الحلة، وبسيبها بقى تغلي مع نفسها لحد لما تنزل المية، الطماطم تنزل المية، والصوص بتاعها يتقل، والقشرة دي بتتخلع خالص من الطماطم. هبدأ بقى أجهز الحشوات بتاعتي. معايا فلفل وطماطم وزيتون وفلفل ألوان. بالنسبة بقى للحوم بتاعت البيتزا، أنا كل أكل بعملها ممكن أشيل شريحتين فراخ مثلا كنت متبلاهم للبانيه، بشيلهم مثلا على جنب البيتزا. جيت اعمل سوسيس، اشيل 3 وحدات على جنب كده عشان لو هعمل بيتزا. يعني مش بشتري لها اي حاجه مخصوص. من كل اكله كده بشيل شويه يعني. فاخدت كده القطعتين بتوع الفراخ، شوحتهم، قطعتهم الاول وشوحتهم كده في الطاسه لحد لما بيستووا. ومعايا كمان بيبروني. وزي ما قلت لكم السوسيس برضو بيبقى متبقي من اكله 2 ولا 3، بشيلهم كده في جنب للبيتزا. بطلع بقى العجينة بتاعتي بعد ما اتخمرت، وبقسمها لعدد البيتزات اللي انا عايزه اعملها. عايزه اقول لكم الكيلو دقيق ممكن يعمل 5 بيتزات كبار ومشبعين، يعني بيعمل كمية كبيرة. وممكن نعمل 4 بيتزات وميني بيتزا، وده اللي انا دايما بعمل 4 بيتزات. البيتزا بتبقى
لارج وميديوم مثلا، 2 لارج و2 ميديوم، وبعمل كمان ميني بيتزا تقريبا كيلو. ده كده بيبقى شكلهم. هسيبهم بقى يتخمروا تاني برضو نص ساعة كده، وهبدأ هنا اشيل القشر من الطماطم، واضرب بقى الخليط المتبقي ده بالهاند بلندر كده لحد لما بيطلع لي صوص بيتزا خطير. عايزه اقول لكم ولادي مثلا بيبقوا جايين من المدرسه بيشموا ريحه الصوص ده من السلم ويقولوا لي مامي انت عامله بيتزا النهارده، بسبب الاوريجانو اللي بيتحط في الصلصه بتاعتها، بينقل الريحه في حته تانية خالص. كده خلاص الحشوات بتاعتي جاهزه والصلصه بتاعتي جاهزه، فاضل بس الفرد. هبدا ان انا كمان اجهز الصواني بتاعتي، بدهنها كده بنقطة من الزيت، وبرش عليها بقى سميد البسبوسة. سميد البسبوسة مش بيخلي ابدا البيتزا تلزق في الصواني، بيخليها بتتخلع معاكي بمنتهى السهولة. يعني مجرد ما تهزي الصينية كده بتلاقيها بتتحرك معاكي على طول. مش بنحط دقيق، الدقيق بيخليه يلزق، او مش بندهن برضو على الزيت بس. وطبعا الورق الزبدة هيبقى هدر كتير يعني. ببدأ بقى افرد البيتزا، بحط شوية من الدقيق على الرخامة، وابدأ افرد بالطول الاول وبعدين الفها وافرد بالعرض. افضل الف فيها كده علشان تطلع معايا مظبوطة، او تطلع معايا دايرة مظبوطة. البيتزا يا جماعة ما بتتعملش تخينة، كل ما هتعمليها تخينة فهي هتزيد بعد التسوية فهتطلع معاكي زي الكيك. فلأ، البيتزا بتتعمل رفيعة وهي هتكبر معاكي. شفتوا السمك اللي انا وريتهولكوا ده؟ لو انتوا بقى هتعملوها بيتزا الاطراف بتاعتها محشية، بنكبرها على مقاس الصينية، وبجيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتي بعملها صوابع طويلة كده، وبحشيها في الاطراف وبقفل عليها بايديا. هفرد كل البيتزا في الصواني كلها، وبعد كده هبدأ ان انا اسوي بقى فيها. هنا بعمل الميني بيتزا، انا فردت كده كل الصواني الكبيرة، وبعد كده هبدأ اعمل كور صغيرة للميني بيتزا وابدأ افردها واحدة واحدة. وبعد كده بقى هبدأ اشتغل من اول واحدة فردتها، هحط عليها الصلصة بتاعت البيتزا، وبعد كده هبدأ ان انا احط الحشوات. انا عايزه اقول لكم ان البيتزا دي انا كنت عاملاها في مشروع بتاعي، وكانت فعلا بيست سيلر في الحاجات اللي بتتباع عندي. بس كنت شغاله ميني بيتزا بس. اول واحده عملتها كده بالسوسيس، وما حطيتش بقى الجبنه دلوقتي، انا دخلتها الفرن هسيبها بس 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هرجع بقى اطلعها واحط عليها الجبنه. دي تاني واحده برضو بفرد عليها الصلصه بتاعتي، وبعد كده بحط. دي عملتها بالفراخ. عايزه اقول لكم البيتزا الفراخ دي ممكن نعمل صوص بشاميل تحتها كمان تقيل شويه، وما نحطش صلصه اصلا، ونعملها رانش بتبقى برضو حلوه قوي. انا هنا ما كانش عندي وقت الحقيقه، فعملت كله بالصلصه. هبدأ بقى ان انا كمان ازود خضار، طبعا الحشوات زي ما انتوا بتحبوها، وكل ما الحشوات زادت طبعا بتبقى احلى واحنا بنعملها في البيت، فبنحط الحشوات بقى براحتنا وبمزاجنا. كده دي كمان الميني بيتزا برضو بعد ما خمرت شوية وهي في الصينية، هبدأ بقى ان انا احط عليها الحشوات. اول واحدة اللي دخلتها الفرن سبتها 5 دقايق، وبعد كده هبدأ اطلعها احط عليها الجبنة، وهدهن الاطراف بتاعتها اللي انا كنت حاشياها بشوية من الصلصة ورشة من الزعتر، وهرجع ادخلها تاني الفرن. نفس الحكاية في كل بقى البيتزات اللي انا حطيتها 5 دقايق في الفرن، اطلعها احط البيتزا عليها وبدخلها الفرن على درجة حرارة عالية. البيتزا بتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ل 220، ومش بتقعد كتير. وده كده شكلها بعد ما خلصت، شايفين خطيرة؟ وشايفينها ارتفعت شوية، ما بقتش رفيعة زي ما احنا كنا حاطينها، لا هي ارتفعت شوية، وحجمها بقى ممتاز، وطعمها كمان ممتاز. عايزة اقول لكم كل ما كانت جودة الجبنة معاكي كويسة هطلع لك كمان البيتزا بتاعتك حلوة قوي. اعملي لايك بقى واكتبي لي تعليق حلو علشان اقول لك ازاي بتخزنيها وتقعد معاكي لحد شهر في التلاجة من غير ما يجرى لها حاجة. اول حاجه بستنى على البيتزا خالص لما تبرد، واول لما بتبرد بجيب علبه نظيفه وبحط البيتزا فيها. وطبعا الحركه دي انا بعملها مع الميني بيتزا اكتر، وبحط بين كل طبقه والتانية كيس كده، وبسيبها في الفريزر لحد شهر. في اي وقت الولاد عايزين بطلع لهم وبحطها في الميكرويف. وعايزه اقول لكم بتطلع كانك لسه عاملاها دلوقتي حالا، او عايزين تزودوها كمان في اللانش بوكس بتبقى خطيره.